هلا والله بالشباب، كيفكن؟ هلا راح نجرب الجي 16 المتاني الصواريخ وامورها، هل هي كما هي ولا مش هي؟ راح نشوف نجرب، وراح احكي شي مهم جدا، رسالة لمودرن وورشيبس. يعني نشوف اول صاروخ 75,000، تاني صاروخ 66,000 و12,000. صاروخ هذا بيجيب 12,000 دمج، سريع كتير. 28,000 رشاش تقريبا. ايه، هجوم كامل، يعني تقريبا بتجيب لك 181,000 هجوم كامل للجي 16. هجوم، هلا نشوف على المكشوف. تصطاد طيران ايضا. ايوه، نستمر. تثبت بالهواء بشكل جيد، يعني شبه ثابتة. يعني مكمول المجموع 538,000. ممتازة، هي منيحة. بس رح وجه رسالة لمودرن وورشيبس. يا جماعة، انتوا عم تعملوا شيء اسمه نصب واحتيال. ليش؟ اول ما بتنزل الطيارة الحربية، اي طيارة كانت، بتنزل قوية كبدن، كسرعة، كأهم شيء الصواريخ، متانة الصواريخ. بتكون صواريخ قوية متانة جيدة. اللي كانت طائرة أو كانت قاصفة، أول ما بتنزل الباتل باس، أول ما بتنزل، يعني يلي بيشتروا، يلي بنشتريهم نحن، أوكي. بعد ما بينتهي الباتل باس وبتنزل بالسوق الحر، شو بيعملوا؟ بيضعفوها، بيضعفوا المتانة. مثل مثلا هلا، مثلا نضرب مثال ميج 31 من اقوى الطائرات، وما زالت هي اللاعب المحترف فيها، اذا بيلعب فيها مضبوط حقق نتائج. ولكن اول ما نزلت متانة الصواريخ اللي فيها مثلا موجهة كثير قوية جدا، يعني ما بتأثر بالضربات مضاد الطيران، وإذ ستوب بضعفوا. اي طائرة جديدة بتنزل بقى، بتصير بالسوق الحر بعد اسبوعين ثلاثة، تلاقيها ضعفت المتانة، او شيء بينقصوا الريلود، شيء بيبطئوه، هذا اسمه نصب. هذا اسمه نصب وخداع. اوكي، انتوا عم تخدعوا العالم. العالم عم تدفع مصاري. خلوا الطيارة مثل ما هي، يعني رجاء خلوا الطيارة مثل ما هي، مثل ما نزلت. قوتها شلون؟ خلاص، لا تضعفوا مدام الصواريخ. ليش طيب؟ ليش هذا النصب؟ هذا العالم يعني عم يدفعوا مصاري، يعني مثل عم يكبوا مصرياتهم. طيب عم تكب مصرياتك، طب ليش هيك عم تعملوا في الاخر؟ فهذا نقطة مهمة، لازم مودرن وورشيبس تدقق فيها، وبلا هالحركات الولدني والنصب والاحتيال. هذا اسمه نصب واحتيال. اوكي، جي 16 كثير قوية، ومعنا بنفس الكلان الشاب هون. انا عم حاول اتجاهله، بس بدي اضطر هلا نهجم على الفيلكي. مع الفيلكي، شوف هجوم الجي 16. شوف يا 100 مع رشاش، 184,000. أوه يا بيي، والله قوي، عن جد قوي جدا، رائع الجي 16. اتمنى انا شخصيا تضل مثل ما هي، ما تيجي تخوزقونا وتضعفوها. بس اكيد راح يعملوا هيك، لانه مستحيل كل ما طيارة تنزل يا جماعة بيعملوا هالشي هذا، وبيضعفوا المتاني وبيضعفوا، يعني بيلعنوا انفاس السلافة. هذا اسمه نصب. وقفوا هالشي هذا نهائيا، يعني خلاص ملينا من هالشي هذا عم تعملوه. يا اخي انا ما راح هيك ما راح اقدر اشتري مرة ثانية. اذا راح يضل هالشي هذا ما راح اقدر اشتري ابدا. انت شنو محشور بالزاوية؟ شو عم تفكر؟ قال له ساعة محشور بالزاوية هذا. يلا تعال ابلع استلم هدايا العيد، سلم لي بلع. فهاي النقطة، وبتمنى انه يركزوا يعني مثلا هلا مثلا سو 37
الروسية. أول ما نزلت يا لطيف والله مرعب. متان صواريخ هلا تلعب فيها ولا شي، بس منظر. متان الصواريخ كيخة كيخة كيخة، تضرب ما بيوصل الصاروخ على السفينة إلا بينفجر. هاي هي كسح 4 كيل حلوين. جيم تاني بالجي 16. يعني هلا انا عم بعمل شيء رفقاتي، عم كل جيم راح العب فيه مثلا كل طيارة بعمل فيها تجربة بنشوف قوتها ولساعة الدمج مثل ما هو ناقص كذا هيك، منه بتعرفوا ومنه بنفس الوقت بنلعب فيه هيك يعني كل ما بنزل جيم جديد. هلا هجومنا شوف هلا ليك هلا متانة الصواريخ تبع الجي 16 تمام، يعني وقت بتضرب صاروخها الدفاعات الجوية ما بتفجرها، توصل. لاحظوا ها شوف توصل، عاملينها تمام لانه لسه ما نزلت سوق الحر. هلا بس تنزل سوق الحر بعد اسبوعين 3 تلاقي متان الصواريخ، يعني سوري من هالشيء بس هيك راح يعملوا فيها، راح يلعنوا فلاسة هيك راح يعملوا. ايضا هلا الجاك نايف هلا بعد ما بينتهي الشهر قاصد فيه. هلا جاك نايف قديش صار لها نازله، بس يخلص هذا الشهر شوفوا شو راح يعملوا فيها. راح يعملوا فيها نفس الشيء مثلا 260 اول ما نزلت متانة الصواريخ فيها رهيبة، تضرب ضربات قوية. انا اول ما نزلت 260 لو انه 260 راح احكي على 260 مشان جاك نايف. انا مثلا لو انتم 260 عاملينها يعني مخلينا مثل ما هي اول ما نزلت اوكي. متانة الصواريخ عم بحكي عن متانة الصواريخ، انا هي اهم شيء متانة الصواريخ والله راح تكون اقوى قاصفة، اقوى من جاك نايف واقوى من هدول، بس هن ضعفوا المتانة فيها. يعني وقت عم تضرب الصواريخ وقت عم توصل وبطئوها حتى اول ما نزل سريعين يهجموا بسرعة رهيبة الصواريخ وتجيب دمج قوي جدا فيها. يعني هذا اللي عم يصير مثل ما قلنا هذا اسمه نصب. هذا ادفع لي مصاري بعطيك هالقطعة كثير حلوة حق مصاري، بعد ما بتاخده والله يا معلم طب بيضربوا لك اياها. هذا اسمه نصب، هذا شيء اسمه نصب. فوقفوا هالشيء ووقفوا هالنصب والاحتيال على الناس خلاص. يعني انا اذا راح يضل هذا الشيء راح وقف خلاص، ما راح كمل انا ما راح كمل ابدا. وهذا الشيء يعني خلاص كومبليت طبع الكيل. الجي 16 حتى الان عجبتني، بعتبره بالمركز الثاني. مثلا الجي 35 طيب ضاعفته الريلود تبع الحاملة. الجي 35 بحكي على الجي 35. طب ليش هيك عملتوا؟ ضاعفتوا متانة الصواريخ، ضاعفوها كتير على الاخر. هلا لعبت فيها من امبارح لعبت فيها النوب حتى لعبت مع بوتات يا جماعة. ضربت الصواريخ الموجهة والله يا معلم صدوا راح نص دمجهم على الاخير. يعني عم يعملوا شي حرام والله حرام عليهم جد. يعني هذا اسمه نصب احترافي، هذا اسمه نصب احترافي. يعني انه خلص فضلنا نحن ابو الحاملة ومعنا سفينة، خلي لي اياها معنا غواصة. اوكي خلي لي انا جاي ضرب شعلات. اوكي تمام اضرب. وها رشاش مكوم ومرتب. اضرب ضرباتك جاك نايف. حلو رشاشي
شوف الجاك نايف قوي. الشيء اللي فيها المميز متانة الصواريخ، متانة البدن والصواريخ. جيم رائع وفشيت خليه. بس شكرا.